كلمينا برضه على البيزنس الخاص بتاعك دلوقتي، بس بعد ما نتكلم على البيزنس الخاص هنرجع لورا، كل بيزنس اشتغلتيه واستفدت منه ايه، والحاجه الدروس اللي استفدتيها من كل بيزنس اشتغلتيه. تمام. اول حاجه اتعلمت فيها يعني من بعد العلا، رجعت تاني ITI تراك ديجيتال ماركتنج، ومن ITI تراك ديجيتال ماركتنج قررت ان انا اعمل حاجتين. اول حاجه كنت عامله، يعني انا كان عندي مشكله في فكره ان في الصعيد لسه ما فيش فكر الIT والتكنولوجي. الكلام ده احنا بنتكلم من 2016 بالظبط. دلوقتي خلاص يعني. دلوقتي الدنيا فتحت الحمد لله، الناس فهمت. كان في الفتره دي ما كانش فيه الكلام ده، فكنت بدات ان انا اعمل مبادره. المبادره دي هي علمتني حاجات كتير في البيزنس، وعلمتني حاجات كتير في الاداريات. عملت مبادره تطوير الصعيد، دي كانت بتاهل الشباب في سوق العمل في مجال انا بشوفك التكنولوجي. في حكايه تطوير الصعيد حضرتك دي. كنت يعني مستر احمد، حضرتك من اول الداعمين ليا. صحيح. يعني حضور حضرتك الايفنتات، الفيديوز اللي كنت بتعملها لي للدعم فور سبورت، لا حضرتك من اول الناس اللي وقفت جنبي في الموضوع ده. طبعا كان من ضرب المستحيل. بنتنا يعني بصراحه ده حقيقي. ما فيش حاجه طلبت حضرتك فيها يعني ما كنتش جنبي فيها، وواقف معايا وبتدعمني فيها. خصوصا المبادره دي لن انسى كل شخص وقف جنبي فيها، لان انا فاكره كميه الرعب اللي كنت فيها. كانت اول حاجه ببداها، وما شاء الله الحمد لله فرقعت. تدربنا، يعني احنا كان بيقدم معانا 1000 متدرب، احنا دربنا في مدار الدفعتين اللي عملناهم ما يقرب من 500 متدرب طلعوا بشهاده على مجالات IT. هو بيختار مجال من المجالات، شباب، برمجه، شباب وخريجين برمجه، ديزاين، ديجيتال ماركتنج، كل ما له علاقه بالIT اندستري. وقفت المنحه، كنت وقتها بقى بدات بيزنس، يعني بدات بقى اتعلم في شركه فعليه. كانت الشركه الاولى كانت بداتها مع شركاء، يعني كانت في مجال الميديا برودكشن، وبعد كده بقت في مجال الديجيتال ماركتنج. دي بقى كانت اول شركه فعليه مسجله بالشراكه، وعملنا شراكه مع المعونه الامريكيه. قعدنا 6 سنين، يعني اشتغلنا على ما يقرب من كتير والله 60-70 عميل بره مصر وجوه مصر، وكنا في شراكه رسميه مع المعونه على اننا انا يعني لما في الحوارات اللي زي كده ما بحبش اتوه. فانت ايه، يا اما تقولي لي تواريخ، يا اما تقولي لي اخر، لا يا اما اخر حاجه، يعني دي اخر حاجه ولا اللي قبل الاخيره؟ لا دي اول شركه رسميه مسجله بداتها فيها. يعني ده كانت انت شركتك الخاصه؟ شركتي الخاصه. يعني هي كانت مبادره تطوير الصعيد، دي مبادره اخدت بس اعتمادها كمبادره. ما كانش ليها دعم مادي، يعني هي كانت مجهودات ذاتيه. دي اول حاجه بعد العلا. بعد العلا على طول